خوتي السلام عليكم. اولا مليون مبروك فوز المنتخب المغربي على امريكا برباعيه نظيفه. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شي الحوايج، غادي نشوفوا المحللون يحللون خصوصا على المباراه الناريه الحارقه امام اسبانيا، واللاعبين والمدرب وكلشي راه ناشط، حتى السي القجع كلشي راه فرحان وكينقز وسط الملعب، واللاعبين جد متحمسين لمواجهه اسبانيا. وراني ما فهمتش علاش راهم متحمسين لمواجهه، وما فهمتش علاش باغيين يواجهوا اسبانيا. واش بيناتهم شي حسيفه؟ قولوا لي علاش وبارطاجيو الفيديو. في منافسات كرة القدم بلغ المنتخب المغربي نصف النهائي بفوزه على المنتخب الأمريكي ب4 أهداف دون مقابل. سفيان رحيمي منح أسود الأطلس الهدف الأول عند الدقيقة 29 من علامة الجزاء، الهدف الثاني عند الدقيقة 63 مستغلا تمريرة متقنة من عبد الصمد الزلزولي قبل أن يوقع قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي على ثالث الأهداف عند الدقيقة 70. واختتم مهدي موهوب رباعية المغرب في اللحظات الأخيرة من المواجهة من علامة الجزاء. ونحن نتابع هذا اللقاء التاريخي. السيد فوزي القجع، سعداء بهذا المنتخب، سعداء بهذه البلاد، سعداء بهذا الوطن. هذه الروح اللي كنبغيو ان والرئيس يحتفل معه. وهذا رابع اهداف المنتخب الوطني المغربي مهدي موهوب. خساره خرج رحيمي كان غادي يزيد الحصيله هو الاول، وكنا حنايا في الكواليس كنا تنقولوا ربما حكيمي علاش باش يسجل الهدف الثاني ويحيد هذيك المساله ديال تضييع ضربات الجزاء. ولكن حتى هنا تيبان لك المجموعه كيفاش متفاهمه. عطاوها الموهوب، علاش موهوب؟ باش يدخل في المباريات. موهوب هو اللي كيستعد يسدد. انا جا تكلم معاه قال لي واش انت واجد؟ انا كنظن كان هذا هو الحوار مادام حنا لاعبين سابقين، فقال له نعم انا مستعد. قال لي تفضل. فهنايا كتشوف بانه انا شفت حكيمي، كنعرف حكيمي ليس فقط هذه الدوره، كنعرفه منذ سنين، فمش يعني كنشوف الحماس، لكن الان واحد الحماس زائد يعني ايجابي. نعم. زائد في التعامل مع المنتخب. كتحس به ايضا حتى لما كيتكلم مع الجمهور كيطلب في الدقائق الاولى يلا شجعونا. ولا مره شفت يعني كنشوفه متحمس، لكن ولا مره شفته متحمس بهذا الشكل. نعم، تحدثتي بإسهاب على اشرف حكيمي. نتابعوا الان اشرف حكيمي بعد المباراه يتحدث عن الجمهور المغربي. fait plaisir de jouer comme ça avec tout le stade complet, à tous les stades qu'on allait, les supporters avec nous. Et on devait remercier à tous les Marocains et on devait continuer comme ça. Par rapport au match, comment vous avez géré le match? Oui, on a géré bien, on a commencé très bien, aussi à une bonne intensité, on a mis l'envie qu'on a mis à le dernier match et c'est ça que le premier but il nous a donné plus de relâche pour continuer le match et après il arrive le deuxième et le troisième but. Deuxième demi-finale Hakimi après la Coupe du Monde. Là c'est les Jeux Olympiques. Ça va très bien pour continuer, hein. Ouais, c'est pas mal. On est là pour aider tout le foot marocain. Ça fait plaisir, je suis très heureux de faire l'histoire avec mon pays. On devait continuer et j'espère qu'on prenne une médaille, Inch'Allah. نتوقفوا الان مشاهدينا مع تصريح اسامه الترغالي. الحمد لله كنشكر جميع الناس اللي جاوا تفرجوا اليوم واللي كانوا في دوره مشجعونا. الحمد لله درنا اكثر، درنا اللي علينا واكثر. كان شويه العيا، كاين بزاف د اللعابه جادوا بصحتهم، كاين اللي مقصح منهم انا الاول. درنا كلشي باش نكونوا واجدين اليوم. دابا الحمد لله نفرحوا شويه ونتكونسونطراو الماتش الجاي ان شاء الله. كيفاش كتشوفوا المباراه المقبله؟ يعني اسبانيا والمغرب واسبانيا واليابان. كما كيعرف جميع المقابلات صعب. حنا واجدين غنرتاحوا، واللي جا حنا غنكونوا واجدين ليه باش ان شاء الله نحققوا الهدف الاول اللي جينا عليه اللي هو الميداليه ان شاء الله. لا سي بزاف ديال ايموشنز، ايموسيون علاش كاين مع جينيراسيون ديال الدراري من كوب ديال الموند باغينا نبدلوا الطريق ديال المغرب ديال الكره. دونك الحمد لله اليوم درنا واحد، طلعنا شويه، باقي خصنا نطلعوا شويه، باقي عندنا دومي فينال يكون صعيب، عارفين لا يكون صعيب، ولكن لا باغي نديروا شي حاجه نكريو خصنا نربحوا هذا الماتش هذا، ان شاء الله نديروا مجهود ديالنا.
ان شاء الله الوصول الى ابعد نقطه ممكنه في اولمبياد لما لا الذهب الاولمبي بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي الاولمبي. تصريح تلقائي معبر لمنير محمدي ذكر نقطه مهمه، قال لك اللاعبين كلهم فيهم الجوع، يعني بصريح العباره اللاعبين بغاو تتويج، بغاو ميداليات، وبغاو كذلك يهديوا الجمهور وللشعب المغربي ملك المغرب كلك جلاله الملك ميداليه خلال هذا الاولمبياد. الاخ ماش لاعب سابق لي اف سي برشلونه وكذلك فياريال حاليا، نتابع التصريح ديالو اللي تحدث اكيد باللغه الاسبانيه، تحدث على مجموعه من النقاط المهمه. اولها ذكر انه سعيد بهذا الفوز بفضل الفوز اللي تحقق من خلال مباراه ربع، الاستعداد لمواجهه مارسيليا والهدف الوصول اكيد للنهائي. اجابته كذلك على سؤال هل ستفضل مواجهه اليابان ام اسبانيا، ذكر بكل صراحه انه يفضل مواجهه المنتخب الاسباني. كيشكر الجمهور المغربي بطبيعه الحال الذي شجع ولا زال يشجع بكل قوه المنتخب الوطني المغربي. في الاخير كيدعو الجماهير المغربيه لمسانده المنتخب الوطني الاولمبي، العوده لجنوب فرنسا هذه المره مارسيليا، والمسانده بملعب مارسيليا. كابتن طارق، السيطرة بالطول والعرض على المباراة، فوز مستحق وتأهل تاريخي إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية. فأول شيء كنحمد الله وكنشكره. نبغي نقول كيف ما قلت من أول يوم مع هاد الرجال أن بكل صراحة كاين واحد المجموعة ديال الرجال ما يمكنلكش تصور الحب اللي كيكنوه للراية الوطنية والوطن، كيحملوا معاهم دائما هذا العامل هذا وهذا الحب الكبير في كل مقابله وفي كل تدريب. فكنشكرهم بزاف على الروح ديالهم، كنشكرهم بزاف على الغيره اللي عندهم الوطن، كنشكرهم بزاف على لا ريسبونسابيلتي ديالهم، لانهم فهموا بان كره القدم الوطنيه غاديه في واحد المسار تصاعدي وبان خصها تكمل في هذا المسار التصاعدي، وهذه فرصه باش نبينوا للجميع بان المغرب الحمد لله عنده لاعبين كبار، بامكانه يكونوا عنده لاعبين كبار، وعنده مدربين كبار وبامكانه يكونوا عنده مدربين كبار، وعنده رؤساء كبار على غرار الرئيس ديالنا السيد فوزي القجاع، اللي بهذه المناسبه كنوجه له التحيه الكبيره على الاعمال الكبيره اللي دار من اجل تطوير كره القدم. استمعنا إلى المدرب طارق السكتيوي وأيضا إلى الحارس منير المحمدي الذي قال إن اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم، والآن سقف الطموحات بات عاليا ومصرين على الحصول على ميدالية أولمبية في هذه النسخة في باريس. كابتن عبد العزيز، بطبيعة الحال عندما تصل إلى نصف النهائي، عندما تقدم هذا الأداء، عندما تتأهل من ربع النهائي بالفوز على أمريكا برباعية، سقف الطموحات يصبح عاليا ولا يمكن أن تخرج من مثل هذه البطولة إلا وأنت مطوق العنق بميدالية. أنا متأكد بأن الشعور والطموح لدى اللاعبين الآن هو الحصول على الميدالية الذهبية، يعني على حسب الإمكانيات وعلى حسب ما شاهدناه. يعني لم نشاهد منتخب على أقل تقدير على مستوى الأداء يلعب بهذه الطريقة، بالاستحواذ، بالإمكانيات الفردية، بالمواهب الموجودة، واليوم شاهدنا بالالتزام. عكس المباريات الماضية كان هناك نوعا ما بطء في عملية التحول الدفاعي، ولكن في هذه المباراة شاهدنا الالتزام كان موجود، واللاعبين بدأوا يستوعبوا جدية الموقف، بأنك تصل إلى مرحلة متقدمة جدا من البطولة. هذا بحد ذاته طموح لك كلاعب بأن تحصل على ميدالية لتاريخك، خصوصا بأن أغلب اللاعبين تقريبا يشاركون يعني لفترة بسيطة مع المنتخب المغربي، خصوصا بأن أغلب اللاعبين يلعبوا في الدوريات الأوروبية. فلذلك هو شعور مهم لدى اللاعبين بأنك تشعر بأنك تحصل على إنجاز مع بلدك، والشعور الأفضل بأنك تعمل هذا الشيء وأنت مستمتع. شاهدنا الكثير من الثقة لدى اللاعبين، شاهدنا بأن حتى مع عملية التمرير والاستعراض نوعا ما كان هناك ابتسامة من اللاعبين، فهذا بحد ذاته يشعرك بأن اللاعب مرتاح نفسيا وأنه يلعب في بيئة ممتازة من اللاعبين، تشعر بأن جو الألفة موجود. فهذا شيء جيد وإيجابي للاعبين لكي على أقل تقدير يكون هناك مجهود إضافي في المباريات القادمة، خصوصا بأن على أقل تقدير ستلعب أمام منتخب إسباني، والمنتخب الإسباني أقوى من المنتخب الأمريكي بكثير. دون شك، وشاهدنا هذه الألفة وهذا الانسجام خصوصا عندما تكون كرة حرة
يأتي القائد حكيمي، ترك ركلة الجزاء الأولى تكلم عن حكيمي، ترك الكرة الأولى لرحيمي، الكرة الثانية كذلك لموهوب، بعض الكرات الثابتة لعبد الصمد الجلزولي، وبالتالي هناك قائد وهناك أصدقاء، دعني أسميهم أصدقاء الذين يلعبون بروح، وتحدث عليها طارق السكتيوي، الروح الوطنية نعم تجعلك تقدم 200% وتترك الرئة بتاعك في الملعب إذا احتاج الوضع ذلك. والله الصراحة واضح أن اللاعبين كيلعبوا بالقلب، لأن مش ممكن أنك تبذل مثل هذه المجهودات ومثل هذا من ساهم في بناء هذا المنتخب الرائع. اللي ما نسوش بأن هذا المنتخب فيه نوايا المستقبل المنتخب الأول، لذلك فمهم جدا. بالنسبة لأشرف حكيمي، صحيح أن ما يقدمه منذ بداية هذه البطولة فهو ممكن يكون من أفضل اللاعبين أو أفضل لاعب في البطولة من بعد رحيمي يتفوق عليه بالأهداف، كان حاسم. رحيمي هو من عبد الطريق للمنتخب المغربي في العديد من الفترات، لأن صحيح ممكن تلعب ولكن لازم شخص يفك لك العقدة صحيح. أو يعبد لك الطريق. رحيمي كان موجود، رجل المواقف الصعبة أنا أقول. نعم. حكيمي صحيح أنه رأى أن زملائه بعض الزملاء كالزلزولي كان يحتاجوا إلى الثقة. الزلزولي سجل في آخر مباراة، اليوم ترك له بعض الكور الثابتة لأنه يعرف بأنه يعني فهو في وتيرة إيجابية وتصاعدية، فهو تركه أنه يصوب إلى المرمى في العديد من الفترات. لذلك فحكيمي تصرف ناضج ومسؤول من رحيمي إضافة على ما قدم من حكيمي إضافة على كل ما قدمه طيلة هذه البطولة. أسمائهم عند نفس الوزن، حكيمي ورحيمي. آخر سؤال كابتن عبد العزيز، تحدثنا قبل قليل عن الجانب البدني، الآن منذ انطلاق البطولة هذه رابع مباراة كل 3 أيام، هؤلاء أغلبهم لاعبون في الدوريات ينشطون بشكل أساسي مع فرقهم اللي لاعب أكثر من 35 أو 40 مباراة. هل في هذا المستوى يمكن أن نتحدث الآن في مباراة نصف نهائية عن العامل البدني؟ العامل البدني قد يكون له تأثير، ولكن الحمد لله بأن حتى الآن لم تكن هناك إصابات حتى مع مباراة اليوم، وهذا أمر إيجابي. هذا يدل بأن الإعداد البدني للمنتخب يعتبر ممتاز، عملية الاستشفاء تكون ممتازة، وأيضا ما حصل في آخر 10 دقائق تقريبا من عملية راحة بعض اللاعبين أيضا تعتبر أمر إيجابي. هذه الروح اللي تحدثنا عنها، وهذه الألفة والعائلة، الشعور الإيجابي، شعور العائلة. يعني أنا متأكد بأن بعد خروج مهما كانت النتيجة، بعد خروج من البطولة سواء حصلوا على ميدالية أو لم يحصلوا، الكل سيتذكر مثل هذه الذكريات الجميلة. لذلك نتمنى أن تستمر إلى أن تصل إلى النهاية إن شاء الله، وأن تصل إلى الذهبية في نفس الوقت. ولكن حديثا عن العامل البدني، أنا باعتقادي بأن المنتخب المغربي العامل البدني لديه ممتاز للغاية. في البداية لم تكن هناك إصابات، فرض الأسلوب وعملية الاستحواذ وإدارة الكرة من اليمين إلى اليسار تعطي شعور بالأريحية. هو لا يجري من أجل الكرة، ولكن الكرة هي من تجري لأجله. لذلك على الجانب البدني أعتقد أن المنتخب المغربي في حالة جيدة. نعم، نتمنى أن يظل في حالة جيدة في مباراة النصف النهائية التي يمكن أن يواجه فيها سواء اليابان أو إسبانيا المتقدمة بهدف إلى حدود اللحظة. أما ربما الرغبة ديال أخو ماش ستتحقق من خلال التقدم إلى حدود اللحظة. المنتخب الإسباني بهدف نظيف، هدف فيرمين لوبيز في حدود الدقيقة 11، الآن حوالي الدقيقة 40، وبالتالي المنتخب الإسباني يضع الرجل الأولى في المباراة النصف النهائي لمواجهة منتخب الوطني المغربي، وبالتالي مواجهة ستكون قوية جدا بين منتخبين قويين وكيعرفوا بعضياتهم بشكل كبير، حتى اللاعبين اغلبيتهم لا ليغا. اكيد انه الحضور الجماهيري غادي يكون كبير، انما لو كانت مع المنتخب الاسباني فغيكون ايضا حضور جماهيري اسباني ايضا، يعني لكن لن يكون بنفس القوه ديال الحضور المغربي، لكن بلا شك انه الصعوبات غادا تزاد لا في نصف النهائي. كرأي شخصي ربما نقدر نكون غلط، لكن افضل يعني مواجهة المنتخب الإسباني على منتخب اليابان. اليوم المنتخب الياباني قوي جدا، لكن حوافز كثيرة
تخلينا نفضلوا مواجهه المنتخب الاسباني من ضمنها مجموعه من اللاعبين تيلعبوا في البطوله الاسبانيه ومعرفه الكره الاسبانيه بشكل جيد. وكاس العالم. نعم. تاريخ المواجهه المغربيه خاصه ايضا انتصار مصر على اسبانيا ب2-1، فتنظن بانه شوف المباريات كلهم صعيبه، ولكن غير باش ماشي هذه ثقه زايده، ولكن هذه حقيقه. المنتخب المغربي عنده كل الامكانيات، عنده كل الامكانيات باش ياخذ يعني حتى يلعب حتى يعني ودي الميداليه الذهبيه. علاش؟ لا عنده الامكانيات. شنا لعبنا مع مدارس اللي كبيره، لعبنا مع الارجنتين وكيفاش لعبنا، المنتخب الامريكي. صحيح ان المنتخب الياباني هو فريق قوي، ولكن بكل صراحه تنظن بانه اي منتخب قادرين باش نهزموه، لانه ما بقاش عندنا حنايا، ما بقيناش صغار، ما بقاش المنتخب المغربي يعني يلعب للتنشيط ويلعب على. فتنظن بانه الاطماع تكبر محد تنزيد في الادوار، اكيد بانه الاطماع تزيد. تنظن بانه الى دينا يعني الميداليه الذهبيه غادي يكون فخر، ولكن ما غاديش تكون يعني مفاجاه. علاش؟ لانه بكل صراحه الكره المغربيه تستحق ان تكون في القمه. خوتي المنتخب المغربي سيواجه المنتخب الاسباني الذي تغلب هو كذلك على اليابان بثلاثيه نظيفه. اخوتي يجب مسانده المنتخب المغربي لتحقيق إنجاز تاريخي آخر هذه إسبانيا تريد الثأر منا لأننا افترسنا في قطر، لذا يجب المساندة بالطول وبالعرض وبكل الوسائل.